السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأس آسيا لكرة اليد على خلاف كأس إفريقيا فهو يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولية وهي على شكل دور تمهيدي بمشاركة 16 منتخبا مقسمة على 4 مجموعات. أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلون إلى المرحلة الأساسية، فيما أصحاب المركز الثالث والرابع يتأهلون إلى كأس فهد الأحمد الصباح، وهي كأس شكلية. 8 منتخبات تمكنت من المرور إلى المرحلة الأساسية، وهي قطر، الكويت، كوريا الجنوبية، إيران، اليابان، العراق، البحرين، ثم الإمارات أخيرا. بالعودة إلى المرحلة الأساسية فهي تتكون من مجموعتين، الأول والثاني عن كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى دور نصف النهائي. المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي تضمن في نفس الوقت التأهل إلى كأس العالم السنة القادمة، وبالتالي فمنتخبات قطر، الكويت، البحرين واليابان ضمنت تواجدها في كأس العالم. بالعودة إلى نصف النهائي يعرف مواجهة عربية في المواجهة الأولى بين منتخب قطر والكويت، المواجهة الثانية بين البحرين واليابان. المباريات بتوقيت غرينتش زائد ساعة. كوريا الجنوبية الأكثر فوزا بلقب كأس آسيا لكرة اليد بواقع 9 ألقاب، ثم قطر ثانيا ب5 ألقاب، يليها الكويت بلقب واحد أقل من قطر. وفي مفارقة، مجموع ألقاب قطر والكويت يساوي ألقاب كوريا الجنوبية. وأخيرا اليابان بلقبين. اليابان هي أول من أحرزت اللقب في نسخته الأولى مرتين تواليين، بعدها احتكرت كوريا الجنوبية اللقب ل5 مرات متتالية في إنجاز تاريخي. وفي السنوات الأخيرة عادلت قطر رقم كوريا الجنوبية التاريخي، والآن مع ترتيب كأس فهد الأحمد الصباح. وفي النهاية إليكم نتائج المباريات بين المرحلة الأولية والأساسية وكأس فهد الأحمد الصباح. دعواتكم لإخواننا في غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.